يوجع السب. ها؟ عموما ربنا يسامحك لو كنت بتشتمي، يعني شتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها. يلا بينا. النهاردة هنعمل غسيل دماغ. هنستحمى يعني؟ طب ما تقولي هنستحمى، انا بصراحة بقالي كتير ما استحميتش. طب يلا نشوف بنستحمى ازاي. كلكم طلبتوا مني في الكماتين طريقة غسل الدماغ. طلبوا منك فين؟ في الكماتين؟ طب انتوا بتعملوا لها كماتين ليه؟ ما انا نعرف الناس بتعمل كومنتات مش كماتين. كماتين ايه يا عم؟ هوريك ازاي تغسل دماغك بنفسك. جبت دماغ بس لازم تكون ذكية مش غبية. ايه الاحراج ده؟ طب لو واحد في استيعابه على قده يعني زي انا يعمل ايه؟ ما يغسلش دماغه؟ طب يلا نشوف بقى. دي دماغ بجد صح؟ ده انت خلعت الدماغ دي منين؟ هعمل لها أول حاجة مديتيشن سريع لصفاء الذهن ونقاء العقل، بعدين مساج بالصوابيع. مساج بايه؟ للخلايا العصبية لمدة ساعة إلا نص. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ بعدين هنبتدي نقول كلام تحفيزي للفص اليمين نفس ما بنقول للفص الشمين. طب ما احنا نقول نفس الكلام للفصين وخلاص. احنا هنقول للفص ايه؟ شمين مين؟ عشان المخيخ تبقى أفكاره متناسقة، وكمان عشان نحفز بصيلات الشعر. لو عندكم زيت فاتيكا حطوه. هنشيل أول حاجة الذكريات المؤلمة بشوية خل، وبعدين شوية ملح لإزالة أي أفكار سوداوية، وكمان للحفاظ عليها من الزهايمر. هنحط قطرات فانيلا لتفكير إيجابي. ونحطها في الفرن لمدة ساعة الا نص، وبعدين تطلع معاكي احلى. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه بجد؟ وأخيرا هنغسلها بمية مبلولة. مية ايه؟ وينفع جميع أنواع المية، مبلولة كانت أو ناشفة. ما عندكمش خالص حطوا مية مجففة، أو مية مبلولة بس سيبوها تنشف، أو مية ناشفة وسيبوها تتبل، أو بصوا حطوا ووتر. اه يعني ما عندكمش مية حطوا ووتر، ما عندكمش مية مبلولة حطوا مية ناشفة، ما عندكمش مية ناشفة حطوا مية متنيلة. ايه ده؟ كده تم الغسيل، وبعد كده هنبتدي نقطعها بس بالراحة عشان ما يجيلهاش صداع نصي أو ما يحصلش عصر للمعلومات. وأرجوكوا لازم الغسيل يبقى فردي مش جماعي عشان الأفكار ما تتلقاش. يعني واحد واحد، يعني ما نجيبش كل الدماغات بتاعت الناس كلها ونغسلهم مع بعض عشان ما يخلطوش مع بعض. ممكن الافكار الوسخة كلها تروح لواحد بس، والافكار الكويسة تروح لواحد بس. ليه؟ وانا كده بعد ما عرفت غسيل الدماغ بتعمل ازاي، هروح اجيب شوية خل وشوية ملح وشوية فانيليا وبيكنج باودر وشوية سكر وكرفيش، واروح اغسل دماغي. يلا بينا كلنا نغسل دماغنا. اتكلوا على الله.